السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. في أعمال كتير اقتبست من الرواية الفرنسية الكونت دي مونte كريستو، ومن أشهر الأعمال المصرية فيلم أمير الانتقام لأنور وجدي، وفيلم أمير التهاء لفريد شوقي، وأعمال تانية كتير غيرها. ومنها في رمضان 2023 مسلسل رشيد، بطولة محمد ممدوح بدور رشيد، وريهام عبد الغفور بدور أسماء، وخالد كمال بدور صلاح. المسلسل مكون من 15 حلقة، هو من إخراج مي ممدوح، وده أول عمل إخراجي ليها. شاركت قبل كده كمخرج منفذ في كتير من الأعمال في السنين اللي فاتت، زي مسلسل زي الشمس في 2019، ومسلسل طلعت روحي في 2018، ومسلسل واحة الغروب في 2017. مسلسل رشيد من تأليف وسام صبري، وآخر أعماله في السنة اللي فاتت هو مسلسل آخر دور بطولة دينا الشربيني، وفيلم عمهم بطولة محمد إمام. بيحكي المسلسل عن رشيد واستعداده للجواز للمرة التانية بعد وفاة زوجته الأولى، ولكن بيلاقي نفسه متهم في جريمة قتل هو ملوش ذنب فيها، وبيحاول إن هو يثبت براءته وبيحاول ينتقم لكل اللي أذاه. طريقة مسلسل رشيد في حكي القصة هي عن طريق خطين زمنيين، خط في الماضي وخط في الحاضر، وبيتحرك في قصته ما بين الخطوط الزمنية بكل سلاسة وما تحسش فيها بأي تعقيد. المسلسل حاليا وصل للحلقة التاسعة، دي الحلقات اللي احنا اتفرجنا عليها. وخلينا نقسم الحلقات. في أول 3 حلقات كنا بنتفرج على خطين بالتساوي اللي هما الخطين الزمنيين، اهتمامنا أكتر بخط الماضي من الخط الحاضر، وده اللي خلى ان في غموض كبير في الخط الحاضر. احنا مش فاهمين احنا وصلنا كده او وصلنا للمرحلة دي ازاي. وهنا المسلسل كان بيحاول يبني للأحداث الجاية وبيفهمنا عن طريق الشخصيات ودوافعهم، وخد مسلسل هنا مخاطرة كبيرة في انه استمر لمدة 3 حلقات في خيوط غامضة خلت الواحد مبسوط بكل حاجة في المسلسل ما عدا القصة لغاية الحلقة الرابعة. وهنا ابتدى المسلسل انه يغلب خط الماضي شوية عن خط الحاضر، وبقينا نشوف اكتر، وخلتني نفهم دوافع الشخصيات، ده طبعا في الخط الزمني الحاضر، وخلت وقت الزمن الحاضر الى حد ما ممتعة شوية عن قبل كده. اكتر المشاهد اللي عجبتني في المسلسل هو مشهد النطق بالحكم على رشيد في الحلقة ال5، ومشهد وفاة والد رشيد في الحلقة ال6. واكتر حاجة كانت مميزة في المشهدين هو اداء محمد ممدوح، اللي فعلا نقل لي احساس الشخصية من غير ما بيتكلم، بنظرته وحركته اللي كانوا بيتغيروا حسب الموقف الصعب اللي بيمر فيه. ومن اكتر برضو المشاهد اللي عجبتني هو مشاهد الحلقة التاسعة، لما كان مشاهد ما بين رشيد وفاروق المهندس اللي بيقوم بدور ممثل اشرف عبد الغفور. كتابة وسيناريو الحلقة التاسعة هي يعني كتابة عبقرية، وفيها نصايح من شخصية فاروق المهندس لشخصية رشيد كان لازم تخلي المشاهد يقف ويفكر فيها. وخصوصا أكتر مشهد عجبني هو مشهد اللي كان بيتكلم فيه المهندس فاروق أو شخصية فاروق المهندس عن الفرق بين العدل والحق. بالنسبة للأداء التمثيلي للشخصيات في المسلسل، طبعا أداء محمد ممدوح كان في الحلقات من جيد جدا إلى ممتاز، خصوصا في الخط الزمني الماضي، وبالأخص حلقتين ال5 وال6، وده بسبب المجهود البدني والمجهود التمثيلي اللي بذله في الحلقتين. وكان ممكن في ناس كانت تشوف ان الأداء ده كان فيه شوية أفورة، بس أنا شايف إن هو مناسب للمواقف اللي كانت بتمر بيها الشخصية. من الأداءات برضو اللي استوقفتني هو أداء ريهام عبد الغفور،
اللي كانت بتمثل دور أسماء. حلاوة دور أسماء إن في اختلاف تام في الشخصيات ما بين الخط الزمني الحاضر والماضي. تحس إن الشخصيات مختلفة، وتحس إن يعني شخصين هم بيمثلوا الشخصيات، وهي راعت كل تفاصيل اللي تخليهم مختلفين عن بعض. ده طبعا بسبب تطور شخصية أسماء من الماضي للحاضر. بس خلينا نشكر الممثلة ريهام عبد الغفور على الأداء التمثيلي اللي كانت بتعمله في السنين اللي فاتت، وخصوصا اختيارها للأعمال اللي بتدخل فيها، وكلها كانت أدوار متنوعة. ده بيخلي المشاهد بيبقى عنده ثقة في الممثلة. أي دور مهما كان شكل الدور عامل إزاي، أنا عندي ثقة إن الدور ده هيبقى حلو بسبب إن ريهام عبد الغفور موجودة في العمل. فدي حاجة بنشكر فيها طبعا الممثلة ريهام عبد الغفور، ونتمنى إنها تستمر الفترة الجاية. من أكتر الأداءات اللي استوقفتني في المسلسل هو أداء الممثل خالد كمال في دور صلاح. وهو ده الدور الوحيد اللي تقريبا في المسلسل اللي فيه لفتة كوميدية خفيفة، ودي حاجة جديدة أنا أول مرة أشوفها في المسلسل في الممثل قبل كده. متعودين عليه في الأدوار الدرامية الشديدة والسيكبة بسبب تمكنه في الحتة دي. دور صلاح في المسلسل حاسس إنه مخبي حاجة، وده اللي هتبينه لنا الحلقات الجاية. طبعا أداء الممثل القدير أشرف عبد الغفور في دور فاروق المهندس أداء طبعا، يعني النصايح اللي كان بيديها لرشيد في الحلقة التاسعة يعني ما كانتش هتقنعني من غير الأداء الممثل. وأكتر حاجة عجبتني في المسلسل إن هي رجعت ممثلين قديرين زي الأستاذ أشرف عبد الغفور. نيجي بقى لأكتر حاجة يعني ما عجبتنيش في المسلسل، هندسة الصوت، خصوصا في الحلقات الأولى. تقريبا في مشاهد كتير ما كنتش سامع صوت الممثلين، كنت لازم أرجع في الحلقة أكتر من مرة عشان أسمع هو إيه اللي بيتقال بالظبط. ودي كانت في الحلقات الأولى، مع إن المشكلة دي إحنا لو نفتكر كانت مشكلة محمد ممدوح فقط، واللي اتحسنت، اللي عاوزين ننوه عنده إنها اتحسنت في المسلسل رشيد، بس لسه محتاج تحسن أكتر. مع العلم إن هندسة الصوت في المسلسل اتحسنت مع الوقت ومع مرور الحلقات. تاني حاجة ما عجبتنيش في المسلسل هو إنه قعد فترة كبيرة يبني في الأحداث والشخصيات زيادة عن اللزوم. في الحلقات الأولى الواحد كان حاسس بعدم اهتمام بالقصة، بس مع ذلك مسلسل رشيد بيطبخ على نار هادية على إنه يكون من أحسن الأعمال الدرامية في رمضان السنة دي. ناقصه بس حلقات النهائية اللي معظم الأعمال الدرامية المصرية بتفشل فيها. ودي الأعمال الدرامية المصرية الجيدة لازم بنفشل في خطوط النهاية. فهل هيقدر مسلسل رشيد على التحدي؟ هل هيخلينا نقول إن مسلسل رشيد هو حلو الكلام ولا مش حلو؟ شكرا لكم، مع السلامة.